بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة فيديو جديد سهل وبسيط وهيعجبكم جدا إن شاء الله. هنعمل النهاردة مع بعض أهم حاجة بتتقدم جنب طبق الكشري المصري. هما حاجتين مهمين جدا، الدقة والشطة بتاعة الزيت. هنعملهم النهاردة مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهيكونوا بنفس طعم المحلات بتاعة الكشري. هتعملي احلى دقة كشري واحلى شطة كشري تقدميهم جنب طبق الكشري المصري. بس عايزة اقولك لو انت اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة لو انت اول مرة بتشوفيني. يلا بقى نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف معانا مقادير وخطوات عمل دقة الكشري المصري وكمان شطة الزيت المشهورين جدا في المحلات. هنعملهم بنفس تركات وخطوات المحلات المشهورة بتاعة الكشري بطريقة سهلة وبسيطة جدا في البيت، ويطلعوا بنفس الطعم الجميل بتاع بره ويمكن كمان احلى شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي شوفي معايا بقى كده، جبت حلة عندي على النار، ضفت كده زيت، وبعد كده هنبدأ ننزل معانا بمعلقة الثوم المفروم. هنبدأ كده نقلبها شوية في الزيت، احنا مش عايزينها انها تحمر ولا حاجة. هنبدأ كده على طول نضيف عليها نص كوباية من الخل، وبعد كده معايا عصير ليمونة ورشة الملح، ومعايا كزبرة ناشفة، معلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة من الكمون. بعد كده هضيف عليهم كوبايتين من المية، واسيبها بقى كده تغلي على النار، تاخد غلوة بسيطة بس كده، واقلب كده وتدوب معايا البهارات. بس كده خلاص بقت جاهزة معانا، بنقدمها زي ما انتوا شايفين كده بطريقة سهلة وبسيطة جدا. عملنا أحلى دقة كشري زي المحلات بالظبط، هي دي نفس الخطوات والطعم والريحة كمان، ريحة الخل والليمون والبهارات اللي احنا حطيناها جميلة جدا. يلا نسمي الله ونعمل بقى الشطة بتاعة المحلات برضو بتاعة الكشري، شطة الزيت. ضفت عندي كده معلقتين من الزيت يكونوا كبار كده شوية، ضفت برضو معلقتين من الشطة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى كده اقلبهم شوية على النار لغاية كده اللون ما يتغير شوية زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى انزل كده معايا كبشة من صلصة الكشري اللي احنا عاملينها. هنزل لكم برضو فيديو الصلصة يبقى موجود معاكم. وكده خلاص بقت جاهزة معانا ان احنا نقدمها زي ما انتوا شايفين كده. جبت عندي بولة برضو تانية وقدمت فيها شطة الزيت زي ما انتوا شايفين كده، الشطة بتاعت محلات الكشري والدقة. عملناهم بطريقة سهلة وبسيطة جدا معايا هنا في قناة أكلات مصرية مع أم عبد الرحمن. لا تجدوا كل جديد، تابعي قناتي إن شاء الله تعجبكم جدا. وعايزة أقولك لو انت جربتي طريقتي النهاردة في عمل دقة الكشري وشطة الزيت ما تنسيش تقوليلي ايه رأيك في التعليقات. ولو انت أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد إن شاء الله. ولغاية هنا الفيديو بتاعنا خلص، أقابلكم تاني فيديو جديد إن شاء الله، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.